حرام بالله يا جمهور النصر، ما تستاهلون اللي يصير لكم. شوف هذا الجمال، شوف التيفو، شوف الجمهور يحضر كبير سن، يحضر صغير سن، يحضرون شباب، نساء، رجال، واللي نصهم فيه امراض سكر وضغط وحاله. يا اخي استحوا على وجيكم، والله العظيم يا جسس انتم لعبتكم، اقسم بالله استحوا على وجيكم يا اخي. انا بقوتي، النصر بقوتي، يجي الاتحاد بس مستعد يدقني مطرود لاعب. يا راس يا راس، اقطع بالغبنه والقهر والغصه والتبلد والضيقه. هدف. لا انا اقول رونالدو يعتزل الفتره ذي شتويه، يعلن عطورات، اقمشه، شيء، يروح العماريه يكشت، اما يلعب فضيحه، والله انه فضيحه. اي والله انه فضيحه. ابن حلال ابوه شين، قسم بالله سيء، لاعب سيء، منتهي خلاص، منتهي. انا اعلن هلاليتي من الحين، انا اعلن هلاليتي. بالله يا جماعه، بالله يا جماعه احد يفهمني نواف بوشل وش عنده يركض وراهم؟ تلعب وانا قطار السريع طوط امشي ورا استريح. ايش فيكم يا جماعه؟ يا جماعه جننونا. جسس بعطيكم ناسق الخطوط بالعرض وليس بالطول. ايش الدفاع السبك هذا؟ نواف بوشل وش عندك تركض وراهم؟ وش عندك؟ مكان ماخذ منك غرض وتلحق وراه. ايش وضعك يا نواف بوشل؟ جماعه الهدف الاول من غلطه من نواف بوشل 100%، تغطيته السيئه وعدم الذهاب الى خانته اللي يتواجد فيها كريم بنزيما. كريم بنزيما متواجد بخانه نواف بوشل. بوشل قاعد يلحق ورا سمكان، ادري وش ماخذ منه سمكان، يلحق وراه بيجيب غرضه. شو وضعك يا نواف بوشل؟ مبروك يا اتحاد، مبروك قسم بالله. ايوه الحين في حاجه، في ريحه حلوه، في ريحه جايه حلوه. تعرفين شم الكشنه ان طالع الطبخه حلوه؟ لا، في كشنه رايحه حلوه والله العظيم. النصر هذا تيفو ايش؟ هذا تيفو مصارين داخله في بعض، مصارين كذا مسدود، بس كبار حبتين في اليوم كثروا منها. كاس الملك يا اخي، ماني الله. اخر هجمه تكفى. صفر يا دحوم، صفر تكفى. لا حد يتكلم معي الين ما ارجع واتفاهم معكم. اللي حصل ما يرضينا ولا يرضي الله ولا رسوله. اقسم بالله عار اطلع من الاتحاد بالشكل هذا وبالمستوى هذا، وفوق ذلك طرد. الاتحاد فريق كبير، عرف كيف انه يسيطر على المباراة، عرف يشيله. مبروك جمهور الاتحاد العاقل، مبروك، عندكم رجال في الملعب، لكن احنا يعني بهالقيمة السوقية وبهالاسماء وبهالدعم وبهالفريق اللي معنا نطلع وفوق ذلك طرد من الاتحاد، ما احنا قادرين نوصل للباب. جيسوس يا اخي العب محورين، طيب لعب الحسن، لعب خيبري دام بروزوفيتش مو موجود، العب محورين، خلي خيبري الحالة يا اخي مرطه. المشكلة مو هنا. والله فضيحة. المشكلة بعد الطرد يا ناس، المشكلة ايش بعد الطرد؟ ما في حلول. ليش ما في حلول؟ لاعب شوط كامل بدون ناقصين لاعب ولا هجمة خطرة، كارثة ذي. لا والله اقسم بالله انها مصيبة، والله انها مصيبة يا عيال، والله انها مصيبة، لا اله الا الله ولا حول. انا سيارة والله ما ادري يا الله، قسما بالله يا عيال، والله مباراة تقهر. مبروك يا جمهور الاتحاد، والله مبروك. الله جيسوس يعني لعبك صار مكشوف، مفضوح. دفاع متقدم، محور واحد، دفاع متقدم، تهلك اللاعب. هلكتنا يا شيخ، الله يهلك الشيطان. الف مبروك لجمهور نادي الاتحاد العاقل، هارد لك جمهور نادي النصر العاقل. اللي حصل اليوم مسخرة وكارثة، والله العظيم انها كارثة. والله لعبنا صار مكشوف الان امام الملأ. يا جيسوس هذه مباراة خروج مغلوب. يا جيسوس عندك بروزو تعبان يا اخي، العب محورين يا اخي. كل سنة نفس الموال. ايش الفائدة؟ عندي فريق وعندي احصائيات وجيسوس ونفعل ونحن الاول ونحن، ايش الفائدة؟ انا ابغى النهاية يا اخي.
هذه البطولة الثانية راحت اوت، جير اوت، جير اوت، طارت البطولة الثانية. نفس الموال كل سنة، نفس الموال، تعشيم بعدين برا، ما في شيء، لا حياة لمن تنادي. اللعيبة اليوم والله يسحبون رجولهم، مو قادرين يوصلون للباب، مو قادرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو أحمد كلمة. والله ودي اتكلم يا ابو سعيد. لا قول لي بخاطرك، تكلم قول. تبغى تجلد مين؟ تبغى تتكلم عن اللاعب؟ انتقد الآن، انتقد. أنا بقول لك شيء. أول شيء جيسوس يتحمل الخسارة، هذا واحد. طبعا. اثنين، أنا وش استفيد من بنتو؟ أقول لك شيء، أخطاء بنتو اللي سواها اليوم كلها دفع يتحملها بنتو. عندك العقيد لاعب بنتو، هذا خطأ، هذا واحد. الأندية كلها تستفيد من 12 أجنبي إلا النصر. النصر ما يستفيد إلا من 9 أجانب بس. ليش؟ جايبينهم تسويق. ليش؟ وسلي هذا عالي علينا يا مسلمين، الموسم اللي راح الموسم هذا. النصر 11 لاعب، إذا النصر اعتمد على 11 لاعب الموسم هذا بنخسر كل البطولات. خسرنا السوبر، خسرنا كاس الملك، باقي الدوري، باقي آسيا 2. وبالطريقة هذه راح نخسر كل شيء، وأنا خايف بعد الخسارة هذه تجي الدوامة حقت النصر. الاتحاد يستحق الفوز اليوم؟ صراحة لعب على أخطائنا، شفت، وفاز. ثاني شيء صراحة الاتحاد من الشوط الأول قاعد يضيع وقت. يعني نادي الاتحاد أنت نادي كبير، أوكي، تكتيك أسلوبك، لكن أنا كمشجع فريق النصر أنت خليت المباراة تكون هادية مرة. يلا ما عليه. لكن نقول لكم مبروك واردك النصر، وأنا أقول لكم شيء من الأخير جمهور النصر، أقسم بالله العلي العظيم هحلف لكم أنا، كاس الملك أصعب من النخبة. السلام عليكم. هارد لك يا جمهور النصر، الخسارة المستحقة. نعم يا جماعة، المستحقة مستحقة جدا. أول شيء لأنها كاس ملك، وكالعادة احنا كاس الملك نطلع بسيناريو كذا من لا شيء، يقهرك ويطلعك، يعني ما يطلعك عشانك سيء، لا، يقهرك ويطلعك. طرد لاعب الخصم، حاشرة الاتحاد من الدقيقة، من كل مباراة، أنا شفت كل مباراة ما قدرت تفوز. وش تبي بعد؟ أنا متأكد لو فزنا اليوم والله العظيم نطلع بعدين بسيناريو أقهر، يعني يغبن أكثر. فعشان كذا الحمد لله على كل حال، ونفسيا انبسط طلعنا من بطولة دارين نهايتها يعني بالنسبة لنا قشرة. دائما حظنا سيء في كاس الملك قدام الهلال بلنتيات، كنا الأفضل المفروض نفوز، لا، بلنتي رونالدو قدام التعاون في الموسم الماضي مدري اللي قبل آخر دقيقة المفروض يسجلوا ضيعناه وطلعنا من كاس الملك. واليوم قدام الاتحاد كل بطولة، كل نسخة من كاس الملك للأسف ما هو مكتوب لنا والله العظيم. بعدين عندك مدرب يقول لك أنا همني الدوري، أنا همني الدوري، يصيح من بداية أول جولة أنا جاي عشان الدوري. فليه أتعب نفسي مع مدرب قايل لكم أنا بالدوري؟ وصدق لو جاء الدوري أنا عن نفسي تمام، أموري طيبة. لو جاء كاس الملك بدون الدوري مع هالأسماء وبدون رونالدو، يعني مع رونالدو، لا صعبة. فبالدوري أنا إذا بكون بطل وفريق منافس لازم أكون بالدوري. فعشان كذا بإذن الله بطولة الدوري نصمل فيها وفريقنا قدها مشيئة الله. وبكذا ريحنا من بطولة كاس الملك ونقابل نادي كبير وإصابات وهذا يشارك ولا لا، لا الحين تريح دوري وآسيا رقم 2 أنتم عارفين نلعب بالاحتياط. فالدوري بإذن الله تعالى للنصر مشيئة الله. عشان تتأكدون أن الموضوع كان صعب، يعني تخيل معي قبل المباراة فريقنا متصدر الدوري وأمورنا طيبة، كل جمهور النصر خايف من المباراة هذه عشانها في بطولة معينة مثل كاس الملك. أنا أمنيتي أحققها، لكن صارت نفسيا هذه بطولة أقل شيء إذا ما عندك عناصر حق دوري وما عندك عناصر حق آسيا جهزهم الكاس الملك ممكن يجيبونها. أما فريقنا قوي، حرام والله العظيم إني أروح بكاس ملك خروج مغلوب. ممكن فريق دفاعي يطلعني، ممكن فريق عادي مركزه 10 ولا 12 ولا 13 في الدوري يكون معي في نصف النهائي وياخذ البطولة. فعشان كذا الدوري أهم، أنا والله العظيم عندي الدوري أهم. كان ودي كاس الملك تكون نصراوية هالموسم، لكن الواضح أن الفريق فيه إصابات. يكفي بروزوفيتش قاعد يرجع، يعني توه مصاب، فعشان كذا خلاص لو اليوم ما يشارك بروزوفيتش أنا متأكد، بس عشان خروج مغلوب ممكن نقدر ممكن لا، فلعب المدرب وإن شاء الله أنه ما تضره إن شاء الله يا رب.
فباذن الله تعالى انا متاكد ومتفائل بهذا الفريق راح يوصل بعيد للدوري مشيئه الله، وندعم الفريق، والله ندعم الفريق راح نوصل بعيد باذن الله تعالى. شوف التصريح هذا يا عزيز النصراوي، مدرب بعد المؤتمر اليوم يقول لك اصلا كاس الملك كان هدف ثاني، يعني عنده هدف اول والرجل متصدر، يعني رجل واضح. انا من زمان ترى احنا عقدتنا المدرب اللي يجينا يتكلم ما يحقق شيء، هذا مدرب واضح. من متى ما جانا مدرب يقول لي انا اقدر انافس واجيب، واخر شيء ولا بطوله، لا دوري متصدر ولا ثاني جايب ولا حول المركز الاسيوي، واليوم متصدر الدوري وامورنا طيبه. كاس الملك انا متاكد كنصراوي، اعطيك خبرتي كنصراوي، والله البطوله هذه انا اقولها يبي لك تجتهد، يبي لك اجتهاد. باختصار تجي من بدايه الدوري ابي كاس الملك، لا دوري ولا، لانها خروج مغلوب. هذه المباراه مصيريه 90 دقيقه تضيع على المستقبل، والله ضيع عليك موسم. عشان كذا اطلع من بدري وخلي لعيبتك يركزون في الدوري واسيا رقم 2 اذا انت بيها بعد، انا ما ادري بيها جص ولا لا. فباذن الله تعالى انا متفائل بالدوري مشيئه الله، راح نفرق كثير عن اقرب المنافسين كلهم عندهم. الهلال عنده كاس الملك واسيا ودوري الحين، والاتحاد كذلك. النصر ما عنده غير الدوري، لازم يفرق بالدوري مشيئه الله. هذا حسينو وهذه خلقينه، تقول لي طيارة رونالدو طيارة خاصة ما يفيد يا شيخ. والله لو تجيب اللعيبة بزورق جيبهم توك توك انت ماخذ بطولة، ما انت بماخذ بطولة. ابغى اشوف بندر دبيخ الحين بيقول ذهب الاتحاد وحيدا ولا ذهب معاه الحكم، مطرود منهم 10 وفايزين. متى بنفرح يا عالمي، متى بنفرح؟ كاس الملك آخر مرة أخذ النصر يوم كان الحكم يصفر بيده. آخر مرة أخذ كاس الملك يوم كانوا يلعبون بشياريب يلفونها يلعبون قبل توحيد المملكة، قبل جلالة الملك، قبل خادم الحرمين الشريفين الله يطول في عمره. لا قبل كانوا يلعبون أيام الدولة العباسية. كان الفريق بيروح ما يروح معسكر بطيارة، كانوا يروحون بقافلة. كاس ملك ما في ما في ابدا. اخر كاس ملك اخذ النصر يوم كانوا يقفلون التلفزيون زي الستاره. كان ابيض واسود الساعه 9:30 يطفي. خلاص يعني ناموا. الى متى؟ والله حسافة الفلوس والدراهم. والله هذا لعب. انا اقول النادي هذا لازم ينباع من الصندوق لانه مخسر الصندوق. هذا الاستثمار غير رابح. انا اقول نحوله على العثيم، نحوله على بنده. نحوله يا اخي، نبيع مفرق اسمه جمله، والله نبيع تجزئه. يلا ما عليه هارد لك. مبروك للعميد، مبروك الف مبروك فوز. هذا العميد اللي نعرفه، قبل اسبوع كنت العميد عمر اسعد قال لي الحين العميد لتي، هذا العميد القوي الرجال لي. يقولون بنزيما اخذ معه رهائن. كم نعطيكم ترجعونهم؟ توقع يفوز النصر، والقرعه اتمنى انها تحطني مع الهلال ولا الاهلي. القرعه تقول لك انت تروح بومباي نسوي لك خروج وعوده، تلعب مع قوه ترجع، انت مالك الا بطولة البنجلة. هذه ما في، انسى هذه البطولة الوحيدة. انت كنت تتوقع ان جيسوس حيستمر سلسلة انتصارات متتالية، تدخل زي الهلال موسوعة جينيس، زي اكبر قدر، اكبر بيتزا، اكثر رز، فوز، اكثر فريق، صح؟ لا انت ما راح تدخل موسوعة جينيس ابدا، ما راح تدخل ابدا. انت يعطونك نجمة ميشلان يمكن، والله افضل طبق واحد يتعشى فيها. ركز لي على بطولة البنجلة، لأن حتى الدوري أنت ما راح تأخذه. تسألني ليه؟ أقول لك جيسوس أعرفه، أنا مسافر، أرجع أرسل لك الكتالوج، أنا بادي أسمع صوت طقة في الجير. يلا، وهذه بداية النهاية. مسحور، اقروا عليه مسحور، تجنى مسحور في بلع، اقروا عليه. بعشرة لعيبة.
هالبطولة 40 سنة كل ما وصلنا نطلع برا. لا مسحور اقروا عليه الغراب وينه؟ الغرابة والشجرة. ناظروا الشجرة ولا الغراب؟ شوفوها يمين ولا يسار. اقول لك النصر نازل. النصر نازل. صلاة الاتحاد 2-1. راح فيها. هو يدلخ يا هاشم. هو يهددون ونفعل ونترك والاتحاد ب10 لاعبين مطرد منهم واحد، وجاهم الاتحاد دبجهم في مكانهم وقال لهم في امان الله نركب طياره ونرجع جده نعود. وخسيسو يبيع بلح. لي عنكم النصراويه، وكان كل ما تطلعون من ازمه قلبيه ترجعون في نفس الازمه وهو نفس اتعبكم بعض النصر، اتعب قلوب الناس. لاعبين غبيات خواري لا حول ولا قوه. كيكات رجعت. فرحت كلها لك كيكات.